من ساعة ما اكتشفت ان انا كمحمد مغرم بالتكنولوجيا وانا في شركة كده على طول بتشدني ليها، ومهما حاولت ابعد عنها على طول بلاقي نفسي بدور على المنتجات بتاعتها وبروح واشتريها. الشركة دي متخصصة في الاكسسوارات بتاعت الكمبيوتر وخصوصا الجيمنج. ممكن اساعدك واديك هنت كده مميزة باللون الاخضر المنور ورا في الخلفية ده. اهلا بيك في عالم ريزر. ومن غير ما اطول عليك خليني اقول لك ازاي عملت سيت اب كامل من ريزر باقل من 10000 جنيه. ركز معايا وعايزك تكمل الفيديو ده للاخر عشان في اخر الفيديو هقول لك تقييمي عملية شراء كل ايتم من الايتمز اللي احنا هنتكلم عنها النهارده وسعرها عامل كام وتشتريها منين بالظبط بافضل سعر. فهتفرج الفيديو ده على الاخر عشان فعليا في اخر الفيديو ده ان شاء الله اكون قادر ان انا اساعدك لو انت اصلا عايز تعمل حاجه زي كده يعني. ايه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ انت مش محتاجني اقول لك ان ريزر شركه ناجحه، بس انا مش بتكلم خالص عن ناحيه المبيعات. انا بتكلم عن الصوره الذهنيه اللي ريزر قادره ترسمها في دماغك ان انت لما تشتري منتج من منتجاتهم فانت هتتعامل معامله انك انت حد بريميوم وانك انت جيمر مفيش منك اتنين. فاهم قصدي؟ ده هو النجاح من وجهه نظري. المهم المنتجات اللي معانا النهارده ماوس وكيبورد ومايكروفون وسماعات، واخيرا وليس اخيرا كنترولر من ريزر. يعني معرفش ليه بس في كنترولر معانا هنا في الليسته. لو انت تابع جيد للشورتس اللي بتنزل هنا على القناه هتبقى خدت بالك ان احنا تقريبا غطينا معظم المنتجات دي في شورتس وفريلز هنا على القناه وعلى الاكونتس الثانيه، لكن احنا هنا النهارده دي عشان نتكلم عنهم بالتفصيل اكتر. ولو انت برضو متابع جيد للقناه هتبقى خدت بالك ان احنا اوريدي اتكلمنا عن معظم المنتجات دي في الفيديو ده اللي احنا اتكلمنا فيه عن ازاي عملنا السيت اب بتاعنا بتاع احلامنا، ولكن يعني هنحاول الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده نعدي عليها بسرعه كده في اخر الفيديو ونتكلم بالتفصيل عن الحاجات اللي ما جبناش سيرتها قبل كده. المهم يلا بينا نبتدي بالحاجات الجديده اللي ما اتكلمناش عنها قبل كده زي الكنترولر والكيبورد. مش محتاج اقول لك طبعا ان الكاميرا فصلت ويعني ايه فاهم، نمنا وصحينا وفي حاجات كتيره حصلت كده، بس ايه عديها وحياه ابوك يعني. المهم نبتدي الكلام بالحاجات الجديده اللي ما اتكلمناش عنها قبل كده زي الكيبورد. الكيبورد دي كانت حاجه من الحاجات اللي صعب عليا شويه قرار ان انا اشتريها او لا، لان بصراحه الكيبورد اللي قبل كده كانت تمام بالنسبه لي، انا ما كنتش محتاج اكتر من كده. وكمان تابع الفيديوهات بتاعتي هيبقى عارف ان انا قد ايه كنت بحب الكيبورد اللي كانت جايه مع تريس قوي. يعني هي نعم مينيمال وبسيطه وخفيفه كده، ولكن هي دي الحاجات اللي حببتني فيها اصلا. طبعا عادي جدا، ولكن اي حاجه حصلت مش طبعا انت ما خدتش بالك ان الكاميرا فصلت وابتدينا نسجل تاني اوريدي وفصلت تاني برضو لغايه ما فتره كده بعدها بشويه ابتديت احس ان في حاجه ناقصه، احس ان الكيبورد دي حلوه وكل حاجه بس فيها حاجه ناقصه. هي الحاجه دي انا ما اعرفش بس هو في حاجه ناقصه يعني، وعشان كده توجهت ورحت للريزر اورناتا في 3 اكس. الكيبورد دي هي ارخص كيبورد ريزر بتقدمها، ودي حاجه مهمه ان احنا نذكرها في الاول يعني، عشان الكيبورد دي اولا هي مش ميكانيكال، هي ممبرين ده اولا. ثانيا الكيبورد دي حاجه اسمها سنجل زون ار جي بي، يعني الكيبورد كلها بتنور نور واحد ويفضل ايه فاهم يشفت بقى من الاحمر للاخضر يعني. ثالثا الكيبورد دي شكلها لطيف وجيمنج كده وشيك وبتاع، وهي جايه كمان بهاند ريست لو انت خدت بالك، بس خليني اقول لك ان الهاند ريست ده مش ماجنتيك وما بيتلزقش. امال في ايه؟ هو ظاهر هنا ثابت قدامك في الفيديو صح؟ ده عشان انا لزقته اكسترنالي، ودي حركه انا حاسس ان انا هندم عليها. بس يعني ما تعملش كده لان الجلو او السوبر جلو عامه بياكل في البلاستيك، فنصيحه ما تعملش الحركه الغبيه اللي انا عملتها دي خالص. انا عملت كده لان انا فعلا كنت حاسس ان الكيبورد مش يوزبل والهاند ريست مش ثابت. فاهم قصدي؟ الهاند ريست بيتحرك ولو انا مثلا عايز اطلع الكيبورد فوق فالهاند ريست بيفضل مكانه مش بيتحرك معاها، فده مش منطقي. فعشان كده اضطريت ان انا السوبر جلو الهاند ريست في الكيبورد، ولكن دي حركه غبيه يا ريت ما تعملهاش يعني. بما ان احنا قعدنا يعني فاهم نقول في مشاكل وعيوب هذه الكيبورد، ففي مشكله ثالثه صغيره نسيت اتكلم عنها، وهي ان الكيبورد دي يو اس لاي اوت. بس يعني ايه الكلام العبيط ده؟ يعني الكيبورد دي جايه بحروف انجلش بس مش جايه عليها حروف عربي، زيها زي حال معظم الحاجات اللي بتيجي اوريدي من بره مش من الوكيل الرسمي في البلد اللي انت فيها، غالبا بتبقى برضو يعني جايه بنفس هذا الستايل يعني. اخر عيب في الكيبورد يعني ان هي ارتفاعها مش مناسب خالص، يعني هي اعلى اليفيشن ليها او اعلى اسمه ايه اعلى ارتفاع ليها مش مناسب لايدي برضو. ستيل لسه بحس ان ايدي وجعاني حتى بعد ما لزقت الهاند ريست فيها. ستيل بحس ان ايدي وجعاني، كانت محتاجه تبقى اعلى من كده سيكه عشان تبقى مناسبه، لان انا ستيل بحس ان لسه في سترين او لسه بحس ان لسه بحس ان في مجهود هنا على ايدي وانا بكتب، فدي حاجه غبيه قوي يعني. انا اتكلمت كتير قوي عن الحاجات اللي مش عاجباني في الكيبورد، تعالى اكلمك عن الحاجات اللي لحد ما عجباني في الكيبورد. اول حاجه الماتيريال بتاعتها ماتيريال كويسه جدا ومحترمه جدا، هي من البلاستيك. انا ما قلتش حاجه، هي من البلاستيك لسه عادي، ولكن البلاستيك بتاعها متين وتحس في الاول ان هو معدن. في الاول كنت فاكر ان الكيبورد
الكيبورد دي معدن ولكن هي طلعت بلاستيك عادي، ولكن البلاستيك اللي هنا بصراحه نظيف و10 على 10 يعني. ثانيا السلك ليه 3 مسارات بيدخل بتحطه فيهم وبتبتدي يتحرك منه، على اساس ان انت مثلا عايز تحط الكيبورد يمين او شمال او في النص على حسب السيت اب بتاعك، يبقى شكل السلك اوريدي مناسب لاتجاه الكيبورد اللي محطوط فيه، عشان برضو ايه يديك ب 3 جنيه كيبل مانجمنت كده. ثالثا التصميم بتاعها على الرغم من ان في مشكله الهاندرست الغبيه دي، بس هو بصراحه شكلها شيك جدا جدا، وحكور انها ار جي بي ده بيديك احساس ان في جيمر عايش هنا. رابعا الزرار بتاعت الكيبورد اللي هنا مش فلات، هي جايه بشكل زي كيرفت كده او مقعر لجوه شويه. بتاع الحوار ده بصراحه ريزر بتقول ان ده بيساعد على انك تبقى تحس انك مرتاح شويه وانت بتكتب او انت بتستخدم الكيبورد. بصراحه انا ما حسيتش بالموضوع ده قوي غير وانا بكتب حاجات طويله زي سكريبت مثلا، زي حاجه فاهم. فلو انت بتكتب حاجات كتيره ممكن تحس الموضوع ده شويه يعني. مثلا الكيبورد فيه زرار واحد ماكرو، الحمد لله كتر خيرهم يعني، تقدر ان انت من خلال ساينابس ان انت تخصص الزرار ده خليه يعمل اي حاجه بقى انت عايزها، يقفل الكمبيوتر فاهم، يعمل اي حاجه. فيعني كتر خير ريزر حتى زرار واحد للماكرو، الحقيقه مش عارف نقول لها ايه. منتج لذيذ وبصراحه هو اضافه قويه للسيت اب بتاع ريزر. ماشي، وانا مش عارف انت هتصدقني ولا لا، بس الكاميرا فصلت الرابع وكده بصراحه ابتديت احس ان انا ابتديت استفز بصراحه شويتين يعني. تاني منتج معانا وهو الدراع الغبي ده من ريزر. تقول لي ثانيه واحده يا محمد، هو انت اصلا جيمر ولا انت بتلعب اصلا لعبه؟ ومش الكمبيوترات معموله للشغل بس والمفروض ما يبقى فيه اي لعبه موجوده على الكمبيوتر وبتاع؟ الحقيقه انا قلت كده بصراحه كذا مره، مش هضحك عليك، انا فعلا قلت كده كذا مره، ولكن ده بصراحه كان قبل ما يعني تسيبني العاده بتاعت الجيمنج. للاسف مؤخرا انا بقيت بلعب على الكمبيوتر عادي، وعشان كده اشتريت الجهاز او الكنترولر الغبي ده من ريزر يعني. مبدئيا انا ليه بقول عليه كنترولر الغبي ده؟ لان انا وانا بشتري الدراع الراجل كان عمال يقول لي بص بقول لك ايه بقى، الدراع الابيض ده لونه اشيك واشيك اصلا من الاسود، وفي العادي الناس بتيجي تشتري الدراع الابيض، وانا طبعا زي الطفل الصغير شبطان في حاجه، الراجل كان بيضحك عليا عشان اشتري الدراع ده واخلص منه، فرحت واشتريت الدراع باللون الابيض زي ما انت شايف واقتنعت بكلامه. والحقيقه انا حابب اقول لك من الفيديو ده حسبي الله ونعم الوكيل، لان فعلا الدراع الابيض اولا شكله مش افضل حاجه، ثانيا بيتوسخ بسرعه فشخ، اقسم بالله انت بتنضفه وتسيبه وترجع تلاقيه متوسخ تاني عادي يعني، فدي حاجه غبيه جدا يعني. الحقيقه الدراع ده بصراحه هو مش واخد الستايل اللي انا متعود عليه يعني. انا بلعب بلاي ستيشن اكتر بكتير من اكس بوكس، ولكن ده جايب اللي بتاع اكس بوكس، واللي اكتشفت انه لحد ما مريح اكتر بكتير من البلاي ستيشن، ان اللي يبقى الانالوج واحد في هنا وواحد فوق، دي بالنسبه لي طلعت مريحه اكتر من الانالوج الاثنين اللي جنب بعض دول. كل الزراير اللي انت شايفها قدامك دي ليها زي تكتايل فيدباك كده، او تقدر تقول عليها انها بشكل ما ميكانيكال يعني، لما تدوس عليها ليها زي فيدباك، هي بترد عليك برضو، وفي نفس الوقت برضو بتحس بزي الصوت التكتكه اللي احنا بنحبه في الكيبوردات الجيمنج ده. الدراع جاي بخامات بلاستيكيه من الكامل، ولكن بصراحه البلاستيك اللي هنا تقيل قوي، والدراع الى حد ما جاي بملمس بريميوم كده. الهاندلز او الايدين بتاعت الدراع نفسه عليها زي تكتشر كده جريبي اكتر، بيخليك تقدر تمسك الدراع او الدراع يستقر في ايدك بشكل كويس جدا جدا بسبب التكتشر ده، او بسبب الملمس المطاطي الغريب ده بيساعد على تحسن ادائك شويه وانت بتلعب يعني. الحاجات اللي ما عجبتنيش فيه انه ما بينورش خالص، ما فيش غير نور ابيض كده من فوق، نور شكله غبي كده. حاجه تانية برضو هي مش عجباني، هي انا لغايه وانا بكتب السكريبت ده انا ما كنتش حلتها ولسه حللها من كام يوم، هو الزراير الماكرو. الدراع ده جايب زرارين ماكرو جنب التريجر والبامبر عشان تقدر ان انت تظبطهم او تخلي من الاخر كده تقيفهم للاستخدام بتاعك اللي عاجبك. الفكره بقى في حاجه ان الزرار دي عشان تشخصها او عشان تعمل لها بيرسوناليزيشن كده يعني، طلعت ميتين حقيقه يعني. ده بالنسبه للحاجات اللي ما عجبتنيش. اما بقى بالنسبه للحاجات اللي عجباني، فان هو اولا البلاستيك بتاعه جايب ماتيريال الى حد ما كويسه جدا، وموضوع ايدين الجريبي او الايدين اللي جايب تكتشر كده ده بيساعد فعلا الدراع يثبت في ايدك وما يتحركش خالص. تاني حاجه بصراحه هي حاجه ممتازه جدا جدا، حاجه اسمها الهير تريجر مود. يعني ايه؟ التريجر بتاعك ممكن يبقى ليه مود اسمه الهير تريجر مود، وده اللي انت حرفيا زي سويتش كده من تحت بترفعه لفوق، الزرار بيبقى الترافل ديستانس بتاعته بتقل تقريبا للربع، يعني انت حرفيا بتلمسه وهو بيضرب او هو بيعمل اي اكشن المفروض التريجر ده يعمله في اللعبه يعني. اولا بيقلل الاسترين على صوابعك، وفي نفس الوقت برده بيخليك تتحرك اسرع، او يعني لو انت مثلا بتلعب لعبه شوتنج بيخليك تضرب اسرع، بيخليك تريلود اسرع، فاهم قصدي؟ فبصراحه دي حاجه لذيذه جدا جدا يعني. ثالث حاجه الفيدباك اللي انت بتحس من الزراير وان الدراع فاهم، بيبقى تحس ان هو حرفيا حاجه حيه في ايدك مش مجرد حته بلاستيك وخلاص يعني. كده يبقى احنا اتكلمنا عن الحاجات الجداد، تعالى بقى نعدي سريعا على الحاجات القديمه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، زي مثلا الديت ادر اسينشال، الماوس الجميل اللي احنا رحنا جبناه. بصراحه الماوس ده الجريب بتاعته ممتازه، تحس ان هو معمول عشان ايدك تلف حواليه كده وتحتضن الماوس، فبالتالي بتحس ان الماوس على طول مستقر في ايدك، مريح قوي في الاستخدام، وفي نفس الوقت برضه عملي. جايبه 5 زراير تقدر تخصص الزراير المختلفه اللي موجوده في الماوس دي انها تعمل الاكشنز اللي انت عايزها، سواء كانت كيبورد شورت كاتس، سواء كانت
اي حاجه تقدر ان انت تخصص الزرار دي انها تعمل الحاجه اللي انت عايزها يعني. بالنسبه للحاجات اللي مش عجباني فيه فهو انه اولا ما بينورش غير لون واحد بس اخضر، ويعني اللون ده بصراحه يعني انا مش عارف، بس حاسس ان الماوس ما كانش هيبقى سعره عالي قوي لو كانوا خلوه ينور ار جي بي برضه، ولكن دي حاجه من الحاجات اللي ما حبيتهاش ان هو بس ما بينورش غير لون اخضر. ثانيا الدي بي اي ما فيش في فيزيكال كنترول على الماوس من بره، عشان تتحكم في الدي بي اي لازم تفتح الابلكيشن واللي هو بياخد 4 قرون عبال ما يفتح، كل ده لمجرد انك محتاج تغير الدي بي اي، فدي حاجه برضه ما حبيتهاش. وبقى بالنسبه للحاجات اللي عجبتني فيه ملمسه محترم كده والتكتشر بتاعته بريميوم قوي قوي، وفي نفس الوقت برضه وزنه الى حد ما تقيل مش خفيف قوي زي الماوس اللي قبل كده. ثانيا تقدر حرفيا تعمل ريبروجرام لاي زرار موجود في الماوس، حتى كليك يمين وكليك شمال. يعني انت لما بتفتح ريزر ساينابس بتلاقي فيه 7 أو 8 زراير موجودين في الماوس، لانه بيعمل السكرول اب كزرار والسكرول داون كزرار والسكرول نفسه كزرار، فدول كده 3 و2 يبقى كده 5 و2 7، يبقى انت كده معاك 7 زراير تقدر ان انت تخصصهم تخلي اي زرار فيهم يعمل اي حاجه انت عايزها. رابع منتج هنتكلم عنه النهارده وهو السماعه الخطيره دي من ريزر، الكراكن اكس. الكراكن اكس هي الاخت الصغرى لسماعه بصراحه كان نفسي ان انا امتلكها من ريزر يعني، بس الحمد لله السماعه بقت تتصنع يعني. السماعه دي اسمها الريزر كراكن. ايوه الريزر كراكن دي هي الفلاج شيب الحالي عند ريزر، اللي هي الكراكن حاليا في 4 برو، دي الفلاج شيب الحالي عند ريزر يعني. المهم الكراكن اكس دي هي سماعه متوجهه للفئه الاقتصاديه فحت يعني، سعرها مش غالي خالص ولكن هي بتيجي بامكانيات كويسه الى حد ما يعني. الحاجات اللي ما عجبتنيش فيها ان السماعه كلها حرفيا جايه من البلاستيك، وفي بلاستيك في حتت اللي هي الاكستنشنز اللي بتطول وبتقصر منها السماعه، البلاستيك اللي هنا ضعيف جدا جدا، ولو انت مش واخد حذرك كده ممكن جدا جدا السماعه دي تتطق في ايدك عادي وفاهم شكرا خلاص تصبح على خير يعني. ثانيا السماعه ما فيهاش اي اضاءه ولا ار جي بي ولا ستاتيك ولا اخضر ولا اي حاجه، السماعه حرفيا جايه ساده كده من غير اي اضاءه، وده في الاصل انها اساسا كانت موجهه للكنترولرز بتاعه الاكس بوكس، فبالتالي مش هتسحب منهم طاقه اكيد، فالمنطقي انها ما بقاش فيها اي اضاءه يعني. ولكن المفروض ان النسخه دي اتعدلت وبقت للبي سي، عشان كده يا جماعه حتى الاكستنشن اللي بيحول او جماعه الكونفرتر اللي بيحولها من الاكس بوكس جاك للبي سي جاك، ولكن على الرغم من كده لسه برضه ما بتنورش، فدي حاجه برضه مش مفهومه قوي يعني. بالنسبه للحاجات اللي عجبتني في السماعه الصوت بتاع السماعه بصراحه تحفه جدا، ده صوت تتوقعه فعلا من سماعه ريزر، حتى وان كانت بالسعر الاقتصادي او في الفئه الاقتصاديه البحته. يمكن ريزر استرخصت شويه في الخامات والماتيريال بتاعت السماعه، ولكن في الصوت والباور بتاع السماعه بصراحه لا خالص، التجربه الصوتيه هنا من عالم تاني يعني. تاني حاجه بالنسبه للحاجات اللي عجباني في السماعه دي هو الميكروفون بتاعها. الميكروفون بتاعها على الرغم من ان هو حجمه صغنطوط كده وتحس ان ايه العبط ده، ولكن في الحقيقه لا هو بصراحه بيدي تجربه صوتيه خزعبليه يعني. المنتج الخامس والاخير واللي احنا هنتكلم عنه النهارده وهو الريزر سايرن ميني اللي قاعد قدامي ده دلوقتي وبيسجل الصوت بتاعي. المايك ده هو واحد من الحاجات اللي انا مبسوط ان انا استثمرت فيها جدا جدا بصراحه يعني. هو جاي بصراحه تصميم شيك كده، تحس التصميم بتاعه مستوحى من الميكروفونات القديمه اللي كانت بتبقى موجوده زمان دي، اللي هي بيبقى شكلها شيك قوي كده، فبصراحه شكله حلو قوي. حاجه ما عجبتنيش فيه مفيش اي دايلز على الميكروفون من بره يعني، مفيش تقدرش مثلا تتحكم في الجيم بتاعه وفي الصوت بتاعه بتاع، مفيش اي حاجه من الحاجات دي، ولا حتى من جوه يعني، حتى مفيش برنامج حتى تقدر ان انت تتحكم حتى في الجيم بتاعه بتاع الكلام ده من بره، مفيش الكلام ده خالص. هو كل هو وظيفته حرفيا ان هو بيتوصل بالكمبيوتر او بالجهاز ويبتدي يسجل بس شكرا كده. ثانيا حجم الميكروفون صغنطوط شويه، فكان منطقي ان هو يبقى جايب حجمه اكبر شويه بحيث ان هو يركب على شوك ماونت، يركب على اي حاجه، بحيث ان احنا لو في الكيس دي مثلا ما اقدرش ان انا اخترع الاختراع اللي انا عامله ده عشان اقدر ان انا اوصل صوتي بشكل الى حد ما كويس، ممكن عادي يركب على شوك ماونت واجي واقرب الميكروفون هنا عادي ونخلص. ولكن لا، ازاي لازم نخلي شكل الميكروفون غريب كده بحيث ان هو ما يركبش غير على القاعده اللي احنا عاملينها. رابعا يعني دي تعتبر ميزه وعيب في نفس الوقت شويه بالنسبه لنا. ميزه انه جايب يو اس بي تايب اي في الكونكتيفيتي مش جاك الميكروفون. في العادي الميكروفون القديم اللي قبل ده كان اصلا مطلع عيني بسبب موضوع انه جايب جاك عادي بتاع ميكروفونات، ده كان الجاك ده غالبا بيتهز وما كانش افضل حاجه خالص بصراحه، وكان على طول بيفصل وما كانش موفر لي افضل تجربه خالص من الناحيه الصوتيه يعني. لكن هنا ده جايب يو اس بي تايب اي، كل اللي بتعمله حرفيا ان انت بتوصله وانه بيشتغل عادي جدا من غير اي مشاكل يعني. بالنسبه للحاجات اللي عجبتني فيه فهو اولا شكله بصراحه الى حد ما بغض النظر عن كم التنمر اللي انا تنمرته عليه ده، الا ان بصراحه شكله لسه عاجبني قوي، شكله شيك كده ومينيمال ده اولا. ثانيا صوته خزعبلي بصراحه يعني، صوت الميكروفون ده ستيل كل مره بسجل بيه بيفاجئني بصراحه ان صوته رهيب يعني. كل عنصر من العناصر او كل ايتم من الايتمز اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل ممل كده في الفيديو ده هنتكلم عنهم ونقول احنا جبناهم منين وبكام، وهيبقى في زي تقييم كده لعمليه الشراء بتاعتهم، هل هم اثروا فعلا في السيت اب بشكل ما ولا ما لهمش لازمه مجرد جاربج. اولا الاورناتا في 3 اكس سعرها كان عامل 2500 جنيه وتقييمي ليها 8 من 10، حلوه وكل حاجه، ولكن ستيل الهاند ريست مش ماجنتيك، الاضاءه بتاعتها سنجل زون ار جي بي، كان ممكن تبقى ار جي بي كلها وتعمل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، هي ممتازه جدا وانا بصراحه بحبها قوي، دي حاجه من الحاجات اللي انا مبسوط برده ان انا اشتريتها. ثانيا الكنترولر الولفرين الفي 2 سعره كان عامل 2500 جنيه، تقييمي ليه 6 من 10، هو حلو كل حاجه، ولكن موضوع الماكرو ده مش افضل حاجه، وفي نفس الوقت برده اللون الابيض ده بالنسبه لي خلينا نديله 3 حتى مش 6
ثالثه يعني. ثالثا الماوس سعره كان عامل ساعتها 1000 جنيه، وده بصراحه من الاستثمارات اللي انا مبسوط ان انا اشتريتها، لان انا الماوس ده كمان ابتديت احس ان هو فرق معايا حتى في الشغل، فبقى الموضوع اسهل. ولكن ستيل الدي بي اي لازم تتحكم فيه من جوه الابلكيشن، وستيل العيوب اللي احنا اتكلمنا فيها دي، فهقيمه ك 7/10. رابعا السماعه كانت عامله 1000 جنيه، سماعه صوتها كويس جدا، الميكروفون بتاعها ممتاز، ولكن الماتيريال والكواليتي ستراكشر بتاعتها عامه مش افضل حاجه، فممكن نديها 8/10. خامسا الميكروفون كنت جايبه برده ب 1000 جنيه، وده تقييمي ليه 8/10. صوته حلو جدا جدا، والكلاريتي بتاعته بصراحه كل مره بتدهشني برده زي ما كنت لسه بقول، ولكن هو لسه ما فيش فيه اي كنترولز، وفي نفس الوقت برده حجمه صغير، فانا مش قادر اركبه على شوك ماونت او حاجه، فده بيؤدي ان انا عشان استخدمه بعمل حوار كده عشان اعرف استخدم الميكروفون ده بشكل مظبوط يعني. فكده يبقى كل التكلفه تقريبا حوالي 8000 جنيه. كده اكون خلصت كل اللي كنت عايز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله تقول لك شعره اول باول. وشكرا لك جدا لحسن متابعتك، اتبسطت بيك جدا. ما تنساش لو عايز تتابعني تلاقي السوشيال ميديا، اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن. شكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.